ازيكم؟ النهارده هنعمل قطايف بطريقه مختلفه، فتعالوا نشوف الوصفه عملناها ازاي وكمان الطريقه كانت ازاي. يلا بينا. دوقي. ماشي. ايه؟ 10/10. 10/10. انا هديها قلبي من 10. قلبي من 10. يلا اتفرجوا على الفيديو، اعملوا الوصفه مش مسكره خالص، هقول لكم ازاي وجربوها. باي باي، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. اول حاجه محتاجين نص كيلو من القطايف تكون صبحه، نأكد ان هي تكون صبحه. ابتدي ان انا بصوا اقفلها كده من الجناب بالشكل ده بحيث ان هي تبقى شبه الوردة كده. تمام، هعملها تاني معاكم عشان تفهموا الفكرة. بصوا كده من الجناب الاول على حسب هي حجمها قد ايه، ابتدي نقفل كده من كل الجوانب بالشكل ده. اعملوا بقى الكمية اللي انتوا عاوزينها، بس اضغطوا كويس قوي علشان ما تفتحش منكم في الزيت. وتأكدوا يا جماعة ان هي صبحة، لان لو هي مش صبحة مش هتقفل. كمان عملت اللي هي شكل القرطاس، وكده انا خلاص خلصت التشكيله. كانت سهله جدا وسريعه، ما خدتش اي وقت بصراحه. ابتدي بقى نقليها في الزيت، هحطها في الزيت. تمام، مش هاجي جنبها خالص الا لما تاخد لون من تحت كويس. هنا كنت بقولكم ان انا هسيح كده كام مكعب من الشوكولاته الخام في الميكرويف. وعندي هنا بقى عسل نحل. مش بس مش هعمل لها شربات، هحط لها عسل نحل كده بس. سيحته برضو كده عشان يبقى سايح، دخلته يعني الميكرويف. وهحط عليها كده رشات من عسل النحل عشان احنا لسه هنحط لها حشوة عشان ما تبقاش مسكرة قوي يعني. وهنا كنت خلاص جهزت او ساحة الشوكولاتة عندي بقت جاهزة. عايزين تعملوا لها صوص شوكولاتة تمام، عايزين تحشوها شوكولاتة سبريد تمام. بس الشوكولاتة الخام كانت مظبوطة جدا مع العسل، كانت القطايف مش مسكرة قوي، كانت مظبوطة. ماشي، باكل حاجة مسكرة بس مش بتجزع نفسي، فاهمين الفكرة؟ وده كان المطلوب يعني. انا ما حبيتش احط لها اي حاجه، اي اضافه تانية، هي كانت تحفه كده. عايزين بقى تضيفوا لها اي نوع مكسرات براحتكم، عايزين تحشوها اي حشوه انتوا عايزينها براحتكم. انا هحشي شوكولاته سبريد وهحشي قشطه، اللي هي بتاعت وش اللبن. ماشي، تقدروا تحشوا اللي هي علب القشطه. طبعا القطايف بالقشطه يا جماعه والله العظيم حاجه كده خيال، وهي اصلا عليها عسل، فحاجه كده يعني. بصوا من عالم تاني بصراحه، انا يعني كنت اول مره اجرب القطايف بالقشطه. بس حلوة، مش القشطة اللي هي اللي بنعملها للكنافة اللي هي القشطة الكدابة، لا قشطة قشطة يعني، قشطة بجد. مش هزار. وبس خلصت كده كل الكمية بالشكل ده. بصراحة عجبتني قوي اللي هي كانت على شكل وردة دي، وعجبت رؤية جدا. كانت طعمها حلو قوي وخطيرة بصراحة. جربوها، شكلها مختلف وجديدة. وزينوا بيها كده السفرة لو في عزومة او حاجة، هتبقى يعني شكلها يعني فاهمين، يشرف طبق فعلا فعلا يشرف كده جنب الحلويات اللي انا نزلتها لكم قبل كده. يعني تعمل طبق حلو قوي. ده بقى من اختراعي، مش اختراع حد تاني. وبس، لو الفيديو عجبكم واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. باي باي.